واللقطات اللي واخدينها كلها مش طبيعية. بنلوم على واحد ولا واحدة، يعني شاب او شابة ايا كان، بنلوم عليهم عشان لو خاطر ترند اللي هم ممكن يعملوا حاجة تثير اشمئزاز الناس ونقعد نتكلم عليها والاعلام كله يطلع يتكلم ويطلعوا يقولوا علشان الترند بصوا عملوا ايه في نفسهم، علشان الترند بصوا عملوا ايه في نفسهم. طب دول نفسهم يوصلوا، بيعملوا حاجة هي مش صح بس نفسهم يتشافوا، ما بالك بقى الناس اساسا اللي متشافة علشان خاطر الترند يعملوا حاجات فيك، ونقعد نتفرج ساعة ولا ساعتين على برنامج هو اساسا ملوش اي صحة من الحقيقة، ويوهمونا ويوهموا عقولنا ان دي الحقيقة اللي بتحصل. وانا طول عمري كنت بستغرب وبقول ليه اساسا في ناس بتطلع على الملأ كده تقول مشاكلها وتقول اسرار بيتها وحياتها، ما كلنا عندنا مشاكل، وانا لما اطلع في برنامج مشكلتي هتتحل؟ الناس اللي ما كانوش كويسين معايا لما اطلع في برنامج هيبقوا كويسين؟ الناس اللي مش عايزين يدوني حقي لما اطلع وافضحهم على الملأ واطلع انا وهم نبقى في شد وجزم ونفضل نتخانق ونشتم بعض ونشد في شعور بعض، في الاخر هنطلع من البرنامج بحل؟ ولا الاستاذه اللي قاعده عامله كده اهو دي في الاخر اللي هتدينا الحل؟ كنت بستغرب والله، بس بقول جايز الغرقان بيتعلق في قشايه، انما ننام ونصحى نلاقي كله فيك وكله فبركه. طب على حساب مين؟ طول عمرنا عارفين ان الاعلام المصري ما بيقولش الحقيقه، احنا طلعنا على كده. كمان يوصل في حاجات بسيطه تافهه. طب ما احنا كنا ممكن نيجي نعرض المشكله، ولما المشكله تتعرض ونقول ده بيحصل مشاكل زي كده في بيوتنا كتير، في بيوت كل المصريين بتحصل مشاكل من النوع ده، طبعا مش كلنا، معظم الناس. وانا دلوقتي هعرض لكم اجزاء من اللي بيحصل، تعالوا معايا نشوف الاجزاء. الشبكة لحد ما تجيب لي الفلوس. انا امان صاحبة الترند. ايوه. وزي ما استاذ خالد قال لحضراتكم كده، هي كدبة ابريل. هو انا اللي كان مطلوب مني ان انا بعد ما مامته تصر في التليفون ان انا اعيش معاها. مامته اللي هي خالته. ايوه ركزوا، مامته اللي هي خالته. ده شغل الاعداد استاذه رضوى، شغل الاعداد صح؟ بعد ما تصر في المكالمة ان انا افضل عايشة معاها وكده وما نجيبش شقتين ونقترح كل الحلول وهي ما توافقش. طبعا انتوا دلوقتي شفتوا اللي حصل، وشفتوا لما هي قاعده بتقول ده تمثيل وفبركه وخالته يا استاذه رضوى فبركه كده، عرفنا ان اساسا برنامج هي وبس، كله على بعضه كان من الاول خالص من البدايه فبركه. استفدتوا ايه لما تجيبوا ناس بتقعد تمثل قصاد بعض؟ احنا كنا ممكن نعرض المشكله زي ما قلت لكم، ونقول المشكله دي بتحصل في معظم البيوت فنشوف لها حل، انما ايه لازمته ان انا اجيب ضيوف كلهم على بعض مفبركين؟ وفي النهايه طلعت قالت ان الموضوع مفبرك. هل ده برضو جزء من الترند؟ عشان بس نبقى عارفين وفاهمين ان احنا عايشين في كوكبه من الترند، كله بيدور على الترند اذا كان مشهور او مش مشهور. انت عايزه برنامج يتشاف. الناس التانية برضو اللي بيعملوا حاجات ونفضل نتكلم عليهم ايام وشهور، وازاي يعملوا كده وازاي يعملوا كده، دول برضو كان نفسهم يتشافوا عشان هما مش متشافين، فبيحاولوا يجروا ورا الترند اللي انتوا بتقولوا. احنا كلنا بقينا نجري دلوقتي ورا الترند، الكل دلوقتي بقى بيجري ورا الترند، والكل مش في باله الا ترند، والكل عايز يعمل ترند ومش مهم. انتوا كمان بتجروا ورا الترند. بنلوم للناس، بنلوم للناس ان هي عايزه تجري ورا الترند، ما كلكم بتجروا ورا الترند. وبصراحه وانا مش شايفه اي داعي اصلا كان للبرنامج، والناس اتعاطفت مع البنت بس مش قوي يعني برضو، عشان كانت انا واحده من الناس اتكلمت وقلت ان انا فيها حاجات ما عجبتنيش، وتعالوا اوريكم بقيه الحاجات. كل الحلول وهي ما توافقش برضو ان انا اسيب له الذهب، تمام، واقول له ان انا كده مش هقدر اكمل، وفي نفس الوقت ارجع تاني اخد الدهب بتاعي اقول له بقى لما تجيب لي الفلوس بتاعت الجمعيه. خلال الايام اللي فاتت مقطع من برنامج الاعلاميه رضوى الشربيني انتشر بشكل جنوني، وده بعد ظهور شاب وبنت بيتكلموا عن مشاكلهم، لكن المفاجاه كانت ان اصل المشكله كلها كانت بسبب الحماه او والده الشاب. البنت كانت بتحكي ان والده خطيبها او جوزها بتتدخل في حياتهم بشكل مستمر. طبعا شفتوا اللي حصل دلوقتي،
انا لما اتكلمت ولومت، انا قلت البنت حقها، لان في حموات بعد الجواز بتتغير 180 درجه. بس انا كنت كل لومي عليها لما قالوا لها تبقى فوقيكي في الدور اللي فوقيكي، تبقى في نفس الشارع، وهي تقول ليه القرابه؟ لا انا عايزين يبقى في مساحه. تري كله ترند، كله فبراكه، كله فيك. بس هي الظاهر كده عشان خاطر ما اتشافتش قوي في البرنامج الاولاني، حبت تطلع في برنامج تاني وتضحك وتقول ده كان كله فيك وكله فبراكه، عشان ده المفروض ما كانش يحصل. ما كم من الناس طلعت مع رضوى الشربيني، طلعوا مع رضوى الشربيني واختفوا، ما ظهروش تاني ولا حد عرف عنهم حاجه تاني. بس هي باين كان نفسها تتشاف اكتر من كده، وبتقول على نفسها ان هي ممثله. طب مثلتش فين قبل كده؟ فكان نفسها تتشاف. فرضوى الشربيني كانت الضحيه ليها، ان نفسها يعني تتشاف. تعالوا اوريكم جزء تاني. كانت ان اصل المشكلة كلها كانت بسبب الحماة او والدة الشاب. البنت كانت بتحكي ان والدة خطيبها او جوزها بتتدخل في حياتهم بشكل مستمر، وده كان سبب خلافات كبيرة بينهم، ومع الكلام الوضع قلب خناقة ومشادة على الهواء قدام كل الناس. المشهد عمل ضجة رهيبة جدا، وناس كتير اتعاطفت مع البنت وقالت ان تدخل الاهل بيدمر اي علاقة، بينما ناس تانية كانت شايفة ان البنت كانت بتبالغ. الفيديو فضل يتقطع وينتشر على تيك توك وفيسبوك وانستجرام، والكل كان بيسأل هل اللي حصل ده حقيقي. لكن الصدمة الاكبر كانت لما البنت نفسها معلش بقى رضوى، جبتي الحلقة دي الناس الغلط اللي كانت حابة تركب الترند ومعرفتش تركبه، فحبت تركبه بقى بطريقة تانية، ان هي تطلع في برنامج تاني وتضرب برنامجك وتعرف الناس كلها ان هي وبس فبركة. فانت اللي كنت، مش هقول كبش الفدا، هقول الضحية، عشان بعد كده نتعلم لما نعرض مشكلة نعرضها صح. ليه العبث بعقول المشاهدين؟ ما كفايانا بقى. هو انتوا فاكرين ايه؟ كل حد عايز يعمل برنامج ويتشاف يطلع على اكتاف المشاهدين، ونقعد نتكلم ونقعد نقول بصوا اللي حصل في برنامج رضوى الشربيني، طب بصوا اللي حصل في برنامج معرفش مين، وانتوا كلكم بتضحكوا على عقولنا. تستاهلوا، ده مصيركم في الاخر. كل اللي يطلع عشان يعرض مشكلة مش حاصلة يستاهل. المشكلة دي حاصلة في بيوت ناس كتير، كنا ممكن نطلع نتكلم عليها زي ما قلت لكم ونقول بيحصل كذا 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 في بيوت ناس كتير. طب ليه ما نحاولش نحل المشكله؟ لما احنا نطلع ونجيب اشخاص مفبركين عشان يحكوا لنا حكايه مفبركه، عشان واحده تتصل بالتليفون المكالمه برضو مفبركه ومعرفينهم مهما نقول تقولوا لا، مهما نعمل اعترضوا عشان البرنامج يتشاف. بس معلش البنت ما اتشافتش فحبت تتشاف من طريقه تانية. ويا ريت ده بقى يكون عبره لكل برنامج بيطلعوا ما يعرضولناش الحقيقه. احترموا عقول الناس شويه، عيب. الكذب كده كده ملوش رجلين، بيبان. وهي وبس برنامج مفبرك. باي باي. وللاسف قضيتي على البرنامج بتاعك ان هو يتشاف لما ما جبتش الناس الصح عشان خاطر يمثلوا معاكي. تعالوا بقى نشوف اخر جزء. التصريح ده قلب الدنيا اكتر، لان الجمهور حس انه اتضحك عليه، وبدأ هجوم كبير على المحتوى المفبرك اللي بيتعمل علشان الترند والمشاهدات. وفي ناس قالت حتى لو تمثيل فهو لمس مشكلة حقيقية فعلا بتحصل في بيوت كتير بسبب تدخل الحماة. وفي النهاية السؤال المهم، انتي شايفة ان تدخل الحماة فعلا ممكن يبوظ اي جواز، ولا الناس كبرت الموضوع اكتر من اللازم؟